هذا الشغل اللي يفرح، هذا الشغل اللي احنا منتظرينه، هذا الشغل اللي نريده. 30 موظف بين حالي وسابق في مديرية بلدية الديوانية تم اعتقاله. 30 لمديرية واحدة، وذولا ال30 طلعت وراهم مصايب. اكو بعض اعضاء مجلس محافظة بدل ما يكشفون الفساد، لا هم اللي يشتغلون بالفساد. بدل ما يحاسبون صاروا هم اللي ياخذون عمولات وفرق وكوموشنات وغيره ومصايب. فهذه ببلدية واحدة بدائرة واحدة 30 واحد بين سابق وحالي، 30 موظف. واحنا هنا نشد على يد النزاهة والقضاء وكل الجهات الرقابية. اكو مديريات ثانية، اكو دوائر ثانية، اكو بلديات ثانية. اذا حصلتوا مديرية الديوانية 30 لا راح تلقون ارقام، وان شاء الله دول 30 راح يجرون غيرهم وراح يجرون رؤوس اكبار. فالرؤوس الاكبار عليها عن تقلق، لان غصبا عليه راح يقر وراح يقول منو اللي اخذ ومنو اللي استفاد ومنو اللي يتعامل ومنو اللي حط بجيبه. والله حوبة اهل الديوانية ما تروح ولو بعد حين. امنتوا، اعتقدتوا ان الامور كلها بديكم، المحافظة بديكم، مقدرات المحافظة بديكم، اهل الديوانية اخذتوهم اسرى بديكم. لكن يجي يوم وتنفضحون وتنسجنون وتنهانون. فاليوم 30 وانا متأكد ال30 يجرون 30 بعدهم. وان شاء الله الدور على الروس الكبيرة، ان شاء الله الروس الاكبار جايكم السرى. لا تبين عليك تضيع منا، تروح يمنا ترجع يسرى، انت المقصود، وراح يوصلونك وراح تتكلبش مثل غيرك وراح تنعرف وتنهان وتنفضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.